أفاد مسافرون لكريتر سكاي بمنعهم من دخول مدينة عدن قبل قليل. وقال مسافرين تم منع الباصات القادمة من محافظة تعز من دخول مدينة عدن بنقطة الفرشة بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج. وأضافوا يتم منع أبناء محافظة تعز من دخول مدينة عدن، بينما الباصات القادمة من محافظة صنعاء يسمح لها بالمرور. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما ذنب المواطن اليمني أن يتجرع هذه المعاناة؟ ما ذنب المواطن اليمني أن يتم إرجاعه من هذه النقاط؟ دعوا سياستكم ودعوا أحزابكم على جنب، فلا دخل المواطن اليمني فيها. أليس له الحق أن يدخل محافظته؟ أليس له الحق أن يزور عائلته؟ أليس له الحق أن يترزق الله على عائلته في هذه المحافظة؟ فلماذا هذا العبث يا جنوبيين بأخواننا الشماليين؟ أليس نحن بقلب يمن واحد؟ أليس أنا وأنتم